السلام عليكم طلاب تالتة ثانوي. احنا امبارح خلصنا كل حاجة تخص الحديثة كمراجعة. النهاردة ان شاء الله هنخلص الفصل الاول مراجعة بإذن الله. انت عندك حبة مفاهيم اساسية في الفصل ده اللي هي فرق الجهد، شدة التيار، المقاومة النوعية، القدرة والطاقة المستنزفة. تمام. وعندك موجود التعريفات بتاعت كل واحدة فيهم وتعريفات كل واحدة قياس فيهم. تمام. هو عامة في قصة التعريفات دي هو ممكن مش يجيبها لك بسبب مباشر في قصة التعريفات دي. يعني أنا مثلا ممكن أجيب لك تعريف يساوي معنى فرق الجهد بس أنت مش تبقى عارف اللي هو ده تعريف فرق الجهد، أو ممكن أجيب لك تعريف يساوي معنى أو بنفس معنى تعريف شدة التيار بس مش ما تكونش أنت عارف إيه هو تعريف شدة التيار. تمام. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت المفروض عندك واخد إن تعريف أو قانون شدة التيار I بتساوي Q على T. تمام. فالتعريف بتاعه هو مقدار الكمية الكهربائية التي تمر في مقطع خلال موصل خلال زمن قدره 1 ثانية. طيب ما هو في قوانين تانية لشدة التيار، يعني مثلا I برضو بتساوي V على R. تمام. I برضو بتساوي B W اللي هي القدرة هاي مثلا بتساوي بي دبليو على الفي القدرة على فرق الجهد. تمام. طيب هو انا ممكن اعمل لك اكتر من قانون على نفس الفكرة دي. طب انا ممكن اجيب لك اكتر من تعريف. ممكن اجيب لك تعريف فيه كلمة القدرة وكلمة فرق الجهد، هيبقى ده تعريف ايه؟ هيبقى تعريف شدة التيار. ممكن اجيب لك تعريف فيه فرق الجهد والمقاومة، هيبقى تعريف ايه؟ هيبقى تعريف شدة التيار. هنا ده التعريف المباشر بتاعك او الصيغه المباشره بتاعتك. تمام. وعلى فكره كل القوانين دي هتطلع لك الوحده المكافئه بتاعت شده التيار اللي هي الامبير. تمام. يعني من الاخر كده انا اقدر الف عليك باكتر من شكل واكتر من طريقه وبتديك بنفس التعريف في اكتر من حاجه، شده التيار وفرق الجهد. تمام. ده بالنسبه لاول افكار عندي على التعريفات الاساسيه في المنهج الكهربائيه اللي عندي. تمام. طيب انا ممكن استعمل افكار تانية اللي هي اصلا موجوده عندك في الكتاب واللي انت بتحل بيها من اول السنه. انا ممكن اقول لك مثلا هات لي المقاومه. تمام. لو هو مديك طول، تمام، ومقاومه نوعيه ومديك كمان فوليوم حجم، فبالتالي القانون بتاعي هيساوي ايه؟ هيساوي الحاجات دي كلها بس هنربع لي الطول ده. تمام. وحاجه كمان قبل ما نتجاوز فكره شده التيار والحاجات دي، انت اصلا تعريف شده التيار عندك هو مقدار الكميه الكهربائيه اللي مره خلال موصل خلال زمن معين. تمام. يعني من الاخر كده هو مقدار الكميه الكهربائيه سواء ماشيه في نفس الاتجاه بتاع التيار الكهربي او ماشيه عكسه. تمام. هو مقدار الكميه الكهربائيه اللي ماشيه خلال موصل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا مثلا لو جبت لك ان ده سلك، ده موصل يعني، وفي شحنة كهربائية مقدارها 10 كولوم ماشية في الاتجاه ده، وشحنة تانية ماشية في الاتجاه ده ومقدارها وليكن 5. تمام. هتلاقي ممكن في المسائل عملها لك ال5 دي بالسالب، بدليل هي يعني عكس الاتجاه بتاعها، يعني ويقول لك اللي ده كله في زمن قدره وليكن 3 ثانية. انا عايزك تجيب لي شدة التيار. شدة التيار اللي انت ممكن تجيبها في المسألة دي هتجمع الاثنين دول مع بعض وتقسمهم مع الزمن. اوعى تطرح الاثنين دول من بعض، اوعى. تمام. يعني من الاخر كده شدة التيار عندي هتساوي 15 على 3 هتساوي 5 امبير. تمام. ونفس الفكرة ممكن تطبق باكتر من شكل واكتر من طريقة. تمام. في صيغة تانية هو ممكن مش يجيب لي اللي هي ايه الحجم، ممكن يجيب لي الكثافة ويطلب مني الار. ممكن يجيب لي كثافة وكتلة ويطلب مني الار ساعتها هتساوي الرو اي في ال تربيع في الرو اللي هي الكثافة على الكتلة اللي عندي. تمام. هو القانون ده
انا بستعمله لما يكون هو مديني الطول. طب لو هو مش مديني الطول اصلا ومديني المساحه، انا استعمل انهي قانون؟ هستعمل القانون اللي انا هقوله لك دلوقتي. الار هتساوي رو اي في الحجم على المساحه. هفك الحجم هيبقى بالشكل ده، في الكتله على الكثافه في المساحه تربيع. تمام؟ هي دي القوانين اللي انا ممكن استعملها علشان احسب المقاومه الكهربائيه. تمام؟ نفس القوانين دي انا ممكن اطلع الرؤيه للمقاومه النوويه بجنب واحسبها بشكل طبيعي. تمام؟ وبرضه ممكن احسب التوصيليه الكهربائيه، بحيث ان التوصيليه الكهربائيه دي هي مقلوب الرؤيه. انت عارف ان الرؤيه بتساوي 1 على التوصيليه. تمام؟ والتوصيليه هي العكس. مفهومه الجزئيه دي؟ طيب، بمناسبه اللي احنا اتكلمنا على التوصيليه الكهربائيه والمقاومه النوعيه، احنا عارفين ان المقاومه النوعيه كده كده ما بتتغيرش غير اما انت تغير نوع الماده، يعني هي خاصيه مميزه لكل ماده زي البطاقه كده بالنسبه للبني ادمين. طيب في طريقه ثانيه انا ممكن اغيرها؟ ممكن اغيرها بتغيير درجه الحراره. تمام؟ انا لو غيرت درجه الحراره، لو درجه الحراره تمبريتشر زادت، فبالتالي المقاومه النوعيه هتزيد، بس التوصيليه الكهربائيه هي اللي هتقل. تمام؟ العلاقه ما بينهم عشان هي عكسيه، فبالتالي العلاقه بتاعت التوصيليه الكهربائيه ودرجه الحراره برضو عكسيه. طبعا انا مش محتاج اقول لك ان وحدات القياس على الباب ده مهمه جدا جدا جدا. طيب هو ممكن يديك شكل كده يعني ايه مش رخم، بس هو ايه ما بيجيش كتير، اللي هي فكره اللي انا لو غيرت شكل السلك خليته على شكل ملف دائري بكره. تمام؟ فانا عايز اعرف طول السلك ده علشان اعرف اعوض بيه في مسائل المقاومه. مفروض طول السلك القانون اللي انا هجيبه منه اللي هي 2 باي ار في الان. ان دي اللي هي عدد لفات السلك، والار دي اللي هي نصف قطر الملف، دي نصف القطر بتاع الملف. اعوض في القانون ده هيجيب لي طول السلك، وبالتالي اعوض بيه قانون المقاومه. طب انا لو عايز اقارن بين مقاومه موصلين او سلكين، تمام؟ القانون ده هو اللي هيساعدني في موضوع المقارنات دي. القانون ده اللي انا هعوض فيه بالشكل ده، اللي هي رو اي 1 على رو اي 2 هنا ال 1 ال 2 هنا ايه 2 وتحت ايه 1. القانون ده ممكن اعوض فيه يطلع لي العلاقه ما بينهم. طب لو هو مش مديني المساحه دي بشكل مباشر، عادي جدا هيديني نص القطر بتاع السلك، هيديني نص قطر السلك ده، وانا اعوض بيه ازاي؟ هعوض بيه بالشكل ده، رو اي 1 على رو اي 2 ال 1 على ال 2 ار 2 تربيع على ار 1 تربيع. تمام؟ طب لو هو مديني كثافه وكتله هعوض بيها ازاي؟ هعوض بيها بالشكل ده، رو اي 1 على رو اي 2 رو 1 اللي هي الكثافه على رو 2 ام 2 على ام 1 ال 1 تربيع على ال 2 تربيع. هي دي الصيغ او اشكال القوانين اللي انت ممكن تحتاجها علشان تحسب لي النسبه بين مقاومتين مختلفين. طب معلومه كده بالنسبه لك، هو لو قال لك اللي هو اعيد تشكيل سلك فتغير طوله، فانت اوتوماتيك لازم تفهم ان تغيير الطول معناه تغيير مساحه. تمام؟ طيب العلاقه ما بين الطول والمساحه هي علاقه عكسيه، ال 1 على ال 2 بتساوي A 2 على A 1. طيب هو لو مش مداني المساحات بشكل مباشر هيديني انصاف الاقطار، فبالتالي احط انصاف الاقطار برضو بالشكل ده بس بالتربيع بتاعه، يعني R 2 تربيع على R 1 تربيع. طب خلي بالك، هو لو السلك
هو السلك واتغير مساحته وطوله، يعني اعيد تشكيله، معنى كده ان المقاومه النوعيه بتاعته ثابته. فبالتالي اول لما اجي انا احسب في القانون ده هتبقى مقاومه السلك في الحالتين احط تربيع هنا وتربيع هنا وتربيع هنا وتربيع هنا، وهنا تبقى الار اس 4 والار هنا اس 4. طب خلي بالك بقى لو قال لك ان المقاومه النوعيه هي اللي بتتغير، لو المقاومه النوعيه هي اللي بتتغير هعوض عادي بقوانين المقاومه النوعيه واشوف النسبه بتاعتهم ايه. يعني لو هو عايز النسبه بين المقاومه النوعيه بتاعه سلكين رو اي 1 ورو اي 2 فهي هتساوي مفروض ار 1 ال 2 اي 1 على ار 2 ال 1 اي 2 اللي هي هتساوي، نكتبها تحت في المساحة كده شوية، ار 1 ار 2 ال 2 على ال 1 ار تربيع دي ار 1 ودي ار 2. هي دي القوانين بتاعت النسب ولازم تركز عليها جدا عشان بيجي عليها اسئله كتير في الامتحان. احنا كده دلوقتي خلصنا كل حاجه تخص الدرس الاولاني في الكهرباء. طيب تعالى ندخل على الدرس الثاني اللي بيكلمني عن توصيل المقاومات. طيب الدرس ده انت اساسا من اول السنه عمال بتحل على مقاومات وعارف طريقه التوصيل والحاجات دي. تعالى بس نراجع على حبه حاجات بسيطه في موضوع المقاومات ده. مبدئيا بس فكره اللي هي الايه، لو هو قال لك انا عايز اعرف ايه العلاقه بين التوصيل التوازي والتوالي لعده مقاومات، تمام، كلهم متساويين، العلاقه ما بينهم تبقى ايه؟ هلاقي ان العلاقه ما بينهم ان التوصيل التوالي هو مربع توصيل التوازي. يعني قيمه المقاومه المكافئه في التوصيل التوالي هي مربع قيمه المقاومه المكافئه في حاله التوصيل التوازي. هي دي العلاقه ما بينهم. طب وتركايه كمان، اول لما انا اديك دايره اقول لك انا عايزك تحسب لي المقاومه المكافئه، لو انا مديك دايره وعايزك تحسب لي المقاومه المكافئه، احسب المقاومه المكافئه ازاي؟ مبدئيا بس انت عشان تحدد ايه السلوك اللي هي ملهاش لازمه، انا عايزك تمشي على السلك. امشي على السلك ازاي؟ يعني انا دلوقتي ماشي طالع من هنا، تمام، رحت لقيت في وش مقاومه، ارجع تاني، هل في ايد اللي انا احود يمين وشمال؟ لو حودت هنا لقيت في وشي مقاومه فهرجع تاني، امشي بقى في الخط ده، تمام، اجيبه لاخره هلاقي في وشي مقاومه، ارجع تاني هلاقي اللي انا ممكن احود هنا عادي عشان ده سلك فاضي، امشي فيه كده لقيت في وشي مقاومه، اطلع لفوق اقدر احود يمين عشان الاقي سلك فاضي هنا وهنا سلك فاضي، وبالتالي مفيش سكك تانية اقدر امشي فيها، فهرجع للنقطه اللي انا كنت فيها هلاقي ان المنطقه دي كلها نقطه واحده. المنطقه دي كلها نقطه واحده. طب اول لما تبقى المنطقه دي كلها نقطه واحده يبقى النقطه الثانيه فين؟ النقطه الثانيه انا هحسبها لك دلوقتي، تمام. تعال ندخل بقى على السكه الثانيه. السكه دي اول لما انا امشي في السلك الفاضي ده هلاقي ده سلك كمان فاضي اقدر امشي فيه، ارجع تاني اول لما اقابل في وش مقاومه هلاقي ان انا وصلت عند مقاومه، ارجع تاني بقى للنقطه اللي انا كنت فيها، فبالتالي هكتشف ان السكه اللي انا مشيت فيها دي كلها نقطه واحده، وليكن اسمي دي 2 واسمي دي 1، تمام. طيب بالنظر هلاقي ان الكل دي منطقه واحده، فبالتالي دي النقطه الثالثه. طيب اجي اعمل العلاقات بقى ما بين النقطه 1 والنقطه 2 والنقطه 3. طيب تعال نشوف ما بين النقطه 1 و2 في كام مقاومه. هلاقي ان دي في مقاومه هنا، وهنا في مقاومه، لا دي ملهاش دعوه بيها، ودي بالنقطه الثالثه. يبقى انا كده عندي مقاومتين ما بين 1 و2، في مقاومتين هنا،
في مقاومه انا ناسيها دلوقتي، انا ناسيها بمزاجي علشان هي كلها تقع في نقطه واحده فبعتبرها مش موجوده. يعني المقاومه دي انا بعتبرها مش موجوده عشان كلها تقع في نقطه واحده. تمام. طيب ده بالنسبه للمقاومات اللي طالعه من 1 واصله ل2. طيب المقاومات اللي طالعه من 1 واصله ل3 كام واحده؟ دي 1 2. فبالتالي هيبقى في مقاومتين توازي اهو ما بين 1 ل3. طيب من 2 ل3 انا بس عشان بس ما اتلخبطش انا عايز بس الغي المقاومات اللي انا طلعتها معايا. هلاقي اللي فيه مقاومه واحده بس من 2 ل3 ودي اللي هتتوصل ما بينهم، ويبقى ده الشكل المبسط بالنسبه لي، وانت هتعرف تحل وتجيب المقاومه المكافئه من هنا. خلي بالك معايا ده لو البطاريه بره خالص، اما لو البطاريه جوه الدايره فيفضل ان انت تعملها بطريقه توزيع التيار. يعني مثلا لو البطاريه في النص تمام، قطب الموجب مطلع سلك وبدا السلك يحود يمين وشمال، فانت هتقسم التيار عندي تمام، وبعد كده لو في تقسيمات هتقعد تقسمها لحد ما توصل للقطب السالب. ده لو البطاريه في النص تمام. خلي بالك برضو من ضمن الحالات اللي ممكن الغي فيها مقاومه، اللي انا ممكن الغي فيها مقاومه اللي هي ايه؟ اللي هي قصه القنطره. يعني ايه قصه القنطره؟ يعني لو في مقاومه هنا، المقاومه دي تعتبر ملهاش لازمه. ملهاش لازمه ليه؟ علشان فرق الجهد بتاع النقطه دي بتاع النقطه دي واحد. لو المقاومتين دول متساويين، او المقاومه دي ب5 ودي ب10 واللي تحتها ب5 و10، فهتلاقي اللي فرق الجهد عند النقطتين دول متساوي، فبالتالي المقاومه دي ملهاش لازمه فاعتبرها انا مش موجوده. مبدئيا بس انا عايز افهمك حاجه، ان مكان الفولتميتر ومكان الاميتر هنا يفرق. من اول هنا يفرقوا كتير عن كل اللي فات. يعني ايه يفرقوا كتير عن كل اللي فات؟ يعني مثلا انت لو لقيت ان دي البطاريه تمام، وهي اللي موصله تيار في الدايره كلها تمام، الاميتر موجود هنا عند القطب السالب او القطب الموجب، فبالتالي هو بيقيس شده التيار الكلي اللي ماشي في الدايره. يعني من الاخر كده بالشكل ده تبقى نسبه حساب التيار عاديه، اللي انا ممكن اجيب المقاومه المكافئه اللي في الدايره، وبالتالي هعرف اجيب بعد كده فرق الجهد والمقاومه الداخليه لو هو مديني مقاومه داخليه، واحسبها من العلاقه اللي هي بتاعه اي بتساوي في على ار تمام. طيب لو هو مديني اميتر موجود جوه مقاومات توازي، يعني مثلا لو مديني مثلا هنا اميتر وبقول لك انا عايز اعرف هو بيقيس كام، هجيب شده التيار في المسار ده ازاي؟ هجيبه بطريقه اللي هي ايه؟ هو مديني هنا مقاومه اكيد هيديني رقمها تمام او قيمتها، وبالتالي انا المطلوب مني بس ان انا اعرف فرق الجهد بتاع المسار التوازي ده هيبقى كام، بس لا اكتر ولا اقل. يعني من الاخر كده هي فكره المسائل دي كلها اللي انت تجيب فرق الجهد لو هو مديني مقاومه في خط توازي تمام. فهي حاجه صعبه طبعا. هو لو حط الاميتر هنا فعادي انت ممكن تجيب شده التيار بنفس الطريقه اللي احنا لسه قايلين عليها، علشان المقاومتين دول توالي مع بعض، فبالتالي بيمر فيهم بنفس شده التيار. الفكره بس ان انت اول ما انت تجيب المقاومه هتجيب المقاومه المكافئه بتاعه الفرع ده، وبالتالي مطلوب منك اللي انت هتعوض بالمقاومه المكافئه بتاعه الفرع ده تمام. ماشي. لو عندي مقاومه وحواليها فولتميتر، فبالتالي الفولتميتر ده قياسه هيساوي ايه؟ قياسه هيساوي الفي هتساوي اي في الار، المقاومه دي هضربها في شده التيار تمام. طيب انا لو عايز احط لك كده بطاريه تمام وعليها فولتميتر، قياس الفولتميتر ده هيبقى ايه؟ هيبقى بالشكل الطبيعي عادي اللي هي في تمام هتساوي في بي، لو دي مصدر التيار الكهربي هتساوي في بي ناقص
اي ار. هو ده فرق الجهد اللي بيطلع لي اول لما انا احط الفولتميتر حوالين البطاريه. طيب لو او الشكل بتاع الدايره هي بالشكل ده، اللي هي بطاريه عادي تمام وحواليها فولتميتر، بس هي الفكره التركية صغيره اللي التيار داخل لها، فبالتالي هتبقى قراءه الفولتميتر بالشكل ده هتبقى في بي زائد اي ار. في بي زائد اي ار عشان هنا هي في وضعيه الشحن. تمام. طيب ده بالنسبه لثلاث اوضاع موجود فيها الفولتميتر حوالين المقاومات. طيب حوالين البطاريه والمقاومه. طيب انا لو حطيت لك الفولتميتر بالشكل ده، فقراءة الفولتميتر هتبقى تساوي ايه؟ هتبقى تساوي هتساوي في بي، ودي مصدر التيار تمام، هتساوي في بي ناقص اي في ار زائد الار سمول اللي هي المقاومة الداخلية. تمام. ونفس الفكرة اللي انا لو خليت التيار هو اللي داخل على البطارية، فبالتالي بغير الإشارة من السالب للموجب. دي أشهر حالات اللي هو الفولتميتر أول لما يتركب لي في الدايرة. طيب أنا ممكن أكلمك عن إيه تاني؟ ممكن أكلمك على قانون كيرشوف أو قوانين كيرشوف. قوانين كيرشوف عامة هي مش صعبة، بس هي فيها تركاية صغيرة. إن أنا إيه القوانين اللي أنا هستعملها في الآلة الحاسبة؟ القانون بتاع السيجما I بتساوي صفر، قانون سيجما في تساوي صفر. دي القوانين اللي اسهل لي وانا بشتغل على الاله الحاسبه ان انا احسب بيها. في الاله الحاسبه اول لما انت تيجي تحسب بالقوانين دي هتلاقي الحسابات بالنسبه لك اسهل، علشان في المعادلات بتاعت الاله الحاسبه لازم ناتج المعادله بيساوي لي صفر، فانت هتخلي الصفر في طرف وتودي كل حاجه في الجنب التاني. طيب انا لو بحسب بايدي بقى هحسبها بالطريقه العاديه، اللي انا هحط التيار اللي هو مثلا لو تيارين داخلين، لو دي نقطة وفي تيارين داخلين بالشكل ده، فبالتالي الناتج بتاعي اللي هو مثلا يكون اي 3 ودي اي 1 اي 2، فبالتالي اي 3 بتساوي اي 1 زائد اي 2. تمام. طيب ونفس الفكرة في قصة القانون التاني لفرق الجهد بتاع البطاريات. تمام. معلومة كده سريعة بالنسبة لك، ان هو لو حط لك طرف ارضي في الدايرة الكهربائية، فمعنى كده ان الطرف اللي متوصل بنقطة ما في الدايرة ان فرق الجهد عندها بصفر. فبالتالي اول لما اجي يقول لك انا عايزك تحسب لي فرق الجهد في مسار معين متوصل طرف ارضي، فانت هتضطر تطبق قانون كيرشوف على المسار ده. تمام. طيب هو في قوانين انا ممكن استعمل فيها كيرشوف وقوانين استعمل فيها اوم؟ في قوانين انا ممكن استعمل فيها كيرشوف وممكن استعمل فيها اوم. الفكره بتاعتهم هتبقى عامله ازاي؟ اللي هو مثلا لو مديني هنا مثلا بطاريه وهنا مقاومه، وهنا حاطط لي بطاريه تانية ومقاومه بالشكل ده، حط لي مسار تاني في مقاومه وبطاريه ومفتاح بالشكل ده. لو المفتاح ده مفتوح فانا هتعامل مع الجزء ده من الدايره، فبالتالي انا هتعامل معاه لانه قوانين اوم الدوائر المغلقه. طيب لو هو قفل لي المفتاح ده هتعامل معاها لانها مساله كيرشوف، هتعامل معاها على انها مساله كيرشوف. هي دي التركايه بتاعت اللي هو ايه ممكن يربط لي بين مسائل قانون اوم ومسائل كيرشوف. تمام. طب هو لو في مساله مديني مثلا مقاومتين، واحده بار والتانيه بار، وحاطط حوالين دي فولتميتر
وحاطط حوالين دي فولتميتر، دي R1 ودي R2 وده V1 وده V2. هو خد باله او قال لك في المسألة يعني ان النسبة ما بين V1 على V2 هتساوي 3:4. فبالتالي انا عايز النسبة ما بين المقاومة R1 الى R2. خلي بالك معايا، انا اول ما انا حسبت المسألة دي اكتشفت ان هو قراءة الفولتميتر الاولاني بالنسبة لقراءة التاني 3/4. يعني انا لو هفترض ان هي دي القراءة الكلية ب4، فالقراءة هنا بس ب3، القراءة هنا بس ب3. فبالتالي لو انا حطيت فولتميتر هنا هتبقى قراءته ب1. تمام. فبالتالي انا اول لما اجي احسب النسب هلاقي ان مثلا دي 1 ودي 3. طيب هو احنا عارفين اصلا ان العلاقه بين الفرق الجهد والمقاومه طرديه، في الشكل ده بالتحديد طرديه. تمام، في الشكل ده بالتحديد طرديه. طيب اول لما تبقى العلاقه ما بينهم طرديه فبالتالي النسب ما بينهم هتبقى برضو متساويه، فبالتالي هتبقى الR2 دي 1 والR1 ب3. فبالتالي اول لما اجي احسب النسبة بين R1 ل R2 طلع لي 3/1 فبتساوي 3. تمام. هي دي الفكرة كلها في المسائل دي، هي دي كل الأفكار الممكنة على الفصل الأولاني. إن شاء الله بكرة بإذن الله هننزل الحلقة بتاعة الفصل التاني. سلام.